هذا إعلان استسلام معسكر الحرب الأمريكي. سيتم تقديم روايات مختلفة، رواية ترامب ورواية نتنياهو وغيره، ولكن الرواية الحقيقية أنه هذا بداية إعلان استسلام معسكر الحرب الذي كان يحاول خوض جعل الولايات المتحدة وجعل ترامب يقوم بأكثر من ما شارك حتى الآن، وبأكثر من ضرب المنشآت النووية، لأنه حتى أمس كان قد ألمح، وإن كان بطريقة يعني مبسطة ولكن كانت إيحائية، بأنه تحدث عن تغيير النظام، ولكنه قال ربما هذا أمر يعود للشعب الإيراني. القراءة الموضوعية يجب أن تكون على الشكل التالي: أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة، وأقوى دولة إقليميا يجب الاعتراف اللي هو الكيان الإسرائيلي، خاض حرب وشنع حرب على إيران. إيران صمدت، تحدت، وألحقت الخسائر المادية والمعنوية بكلا القوتين. معنى ذلك أن إيران أكدت وجودها كدولة إقليمية بأبعاد دولية، دولة مقتدرة. والآن تم بعد أن كشفت عن بعض من أوراقها في استهداف العصب الأساسي لإدارة الحرب الأمريكية في المنطقة، أنها تستطيع أن تكمل ذلك إذا كان كل التقديرات بأنها يعني ستتراجع ولن تكون قادرة على هذا العمل. هذا دفع ترامب إلى أن يغير في نهجه وأن يستمع للأصوات المتنامية في الداخل الأمريكي وداخل حزبه، وخاصة أنه الكونغرس كان على وشك البحث في موضوع قانون سلطات الحرب وعدم صلاحية الموقف من قبل ترامب بأنه مخالفة دستورية، لأنه هو عمليا يشن حرب على دولة دون إعلان الحرب، وإعلان الحرب يجب أن يعود للكونغرس الأمريكي. إذن هو توسل واتصل بعد أن اتصل بنتنياهو وقال له أنه يجب وقف الحرب، يعني أمره بوقف الحرب، ووافق نتنياهو. اتصل في حاكم ولاية قطر، دولة قطر، وتولت قطر التي تلعب دور وساطة، وكونها كانت هي القاعدة أيضا التي تم استهداف، يعني هي الحاضنة للعصب قيادة الحرب الأمريكية، بأنه اتصل بالإيرانيين وقال لهم أنهم سيكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار. تمت الموافقة الأمريكية والإسرائيلية. إذن إيران لديها القوة الآن لكي تدرس هذه النوايا، إعلان هذا النوايا الإسرائيلي والأمريكي، وهي أيضا لم تشن الحرب كما قال عركشي بوضوح: أوقفوا الحرب، يمكن أن نتحدث، يمكن أن يكون هناك فرص للدبلوماسية. وبالتالي هذا انتصار ساحق لإيران ويدها على الزناد، يعني هي توافق ويدها على الزناد، ومقتدرة وقادرة على أن تلحق الأذى بالأمريكي وبالإسرائيلي.